اهلا ومرحبا بكل حبايبي، يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، والنهارده جايبه لكم مثل بيقول زي الطبل الاجوف صوته عالي وفاضي من جوه. المثل شعبي قوي جدا ومعناه واضح ومهم، وبيوصف الشخص اللي بيعمل دوشة وكلام كتير لكن من غير فايدة او مضمون حقيقي. يعني بيظهر انه مهم او فاهم، لكن في الحقيقة مفيش حاجة جوه، زي الطبلة اللي صوتها عالي لكن جواه فاضي. والحكاية بتقول مرة كان في راجل من البلد معروف انه بيحب يتكلم في كل حاجة ويتدخل في كل موضوع، وكل الناس بتتجمع وتقول رأيه بيقول رأيه بصوت عالي ويضحك جامد ويقول كلام كتير. بس لما حد يسأله سؤال بسيط عن اللي هو قاله يتهته ويتلخبط وما يردش. وفي يوم جالهم شيخ من بلد تانية، قعد يسمع له شوية وقال لأهل البلد ده زيه زي الطبل الأجوف، صوته عالي بس فاضي من جوه، ولا بيعلم ولا بيتعلم. والمثل ده بيتضرب لما نشوف حد بيتكلم كتير ويرفع صوته وتظاهر بأنه فاهم وعارف كل حاجة، لكن لما تيجي تقرب منه أو تختبره تلاقيه فاضي من جوه، يعني معلوماته ضعيفة ومفيش فايدة من وراه. زي بالظبط الطبلة بتعمل صوت عالي جدا، لكن في الحقيقة هي فاضية وملهاش قيمة غير الصوت العالي. وده بيعلمنا ان مش كل اللي صوته عالي يبقى عنده علم، ومش كل اللي بيتكلم كتير يبقى فاهم. الهدوء برضو والثقة المعروفة والمعروفة الحقيقية، المعرفة الحقيقية مش محتاجين ضوضاء. والمثل ده بنستخدمه لما نشوف شخص في الشغل بيتكلم كتير بس ما بيشتغلش، او حد بيتفلسف على الناس بس ملوش تجربة حقيقية، او حد بيحب يبان في صورة بأي شكل حتى لو بالكلام الفاضي. وكده الحكاية خلصت يا حبايبي، وعشان رأيكم بيهمني اكتبولي في التعليقات، وفضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كانت معاكم جدة مالك، سلام يا حبايبي.